السلام عليكم متابعينا الكرام، أخي الرجاوي أختي الرجاوية، لا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وفرجة ممتعة وشكرا لكم. أكد رجل الأعمال المغربي البدراوي عزيز بصفته رئيس الرجاء الرياضي رسميا في تصريحات تلفزيونية خاصة بأنه ما زال مصرا على التشبث بأحقية مشاركة الرجاء البيضاوي قانونيا في مسابقة كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب، بعدما خرجت مجموعة من الجهات مؤخرا التي عرضت تواجد الفريق الأخضر في المسابقة العالمية خلال هذا الموسم. وحسب مصادر مقربة من البيت الأخضر فإن رجل الأعمال المغربي ورئيس المكتب الجديد أكد بأن فريقه لديه كامل الحق في التواجد في نهائية كأس العالم للأندية قانونيا، بينما صرح بأن فريق الوداد لا يمثل المغرب بل أنه يشارك في المسابقة العالمية خلال هذا الموسم بصفته فائزا بلقب عصبة الأبطال. وأضاف رئيس الرجاء البيضاوي كلامه بالقول: نطالب بالمشاركة في كأس العالم للأندية قانونيا بصفة وصف المسابقة المحلية في الموسم السابق، بما أن فريق الوداد يشارك كفائز بلقب عصبة الأبطال فنحن من سيمثل البلد المضيف في هذه المسابقة كما هو معروف قانونيا، مضيفا بأن فريقه يستحق التواجد في المسابقة العالمية المذكورة مسابقا عوض فريق الأهلي المصري. وكسؤال موجه لكم متابعينا الرجاويين، ما هو لكم في تصريحات رجل الأعمال المغربي ورئيس المكتب الجديد؟ كشفت مصادر مقربة من محيط الرجاء البيضاوي قبل قليل عن سبب إعلان رئيس النادي البدراوي عزيز عن تأجيل اجتماع مسؤولي المكتب الجديد الذي كان من المرتقب أن يقام يوم الخميس الماضي، وذلك حسب ما كان مؤكدا من طرف مسؤولي النادي ككل، حيث كشفت أن ذلك جاء بعدما تعذر على جميع الأعضاء الجدد الحضور إلى مركب الوزيس بسبب التزاماتهم الخاصة حسب تعبيرها دائما. هذا وعلمت المصادر أنه من المرتقب أن يعقد الرجاء البيضاوي اجتماعه الجديد خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع حسب داتا المصادر، والذي سيكشف من خلاله رئيس المكتب الجديد عن قائمة الأعضاء الجدد لهذا الأخير، بعدما أعلن النائب الأول والثاني في وقت سابق عن تقديم استقالتهما من المناصب التي كانوا مكلفين بها خلال بداية الموسم. وفي هذا السياق نفى رجل الأعمال المغربي البدراوي عزيز جميع الأخبار التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول عودة الرئيس السابق سعيد حسبان إلى مكتبه الجديد بعدما غادره قبل سنوات، حيث صرح بأن جميع المعلومات التي تروج حول هذا السياق هي أخبار لا صحة لها نهائيا في الوقت الراهن حسب تعبير الرئيس الحالي البدراوي عزيز. وأضاف رئيس النادي في هذا السياق كلامه بالقول: تواجد السيد الرئيس السابق سعيد حسبان ضمن لائحة المكتب الجديد الذي سيكون هذا الموسم والذي سيتم تشكيله في قادم الساعات هو مجرد إشاعة كاذبة من طرف مجموعة من الجهات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كان الهدف منها هو التشويش. كشفت مصادر مسؤولة من داخل محيط الرجاء البيضاوي قبل قليل بأن المهاجم الليبيري بيتر ويلسون الذي كان قد تعاقد مع مسؤولي المكتب الجديد قد أعلن بأنه اتخذ قراره بشكل عاجل من أجل اللجوء إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم للمطالبة من رئيس النادي بالتوصل بقيمة عقده السابق في أقرب وقت ممكن، والذي تم فسخه بين الطرفين آنذاك بعد يومين فقط من التعاقد. وحسب مصادر خاصة من داخل مركب الوزيس فإن المهاجم الليبيري بيتر ويلسون الذي تعاقد معه الرجاء البيضاوي خلال مرحلة الميركاتو الصيفي السابق يطالب من مسؤولي النادي بالحصول على مستحقات مالية مهمة جدا والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 400 مليون سنتيم، والتي تم اعتبارها بأنها قيمة العقد الذي وقعه طرفان خلال هذا الموسم. وأضافت المصادر في هذا السياق بأن مسؤولو الرجاء البيضاوي توصلوا من قبل بمراسلة خاصة من طرف لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لتقديم دفعة النادي في ملف اللاعب المذكور، علما بأن مسؤولي النادي قد تراجعوا من قبل عن ضمه مع باقي اللاعبين خلال مرحلة الميركاتو الصيفي السابق بسبب عدم نجاح الفحوصات الطبية التي قام بها في مركب الوزيس. هذا وكان هشام بشروان الذي كان مكلفا باللجنة التقنية والتعاقدات إلى جانب كل من عبد الله فهمي وهلال طير قد قام بنفي مسؤولية اللجنة في التعاقد مع المهاجم الليبيري بيتر ويلسون بسبب رغبتهم في ضم مهاجم آخر أجنبي بارز، لكنهم تفاجأوا بحضور اللاعب إلى مركب الوزيس من أجل تعاقدهم مع النادي وذلك بموجب عقد احترافي لموسمين كرويين. وكسؤال موجه لكم متابعينا الرجاويين، ما هو لكم فيما قام به المهاجم الليبيري بيتر ويلسون؟ أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي الركراكي وليد بأن رسالته لجميع اللاعبين على مستوى الدوري الاحترافي المغربي تتمثل في العمل والاجتهاد والانتظام من أجل الظفر بما كان لهم على مستوى المستقبل بالمنتخب الوطني المغربي في قادم المسابقات، بعدما كان هذا الأخير في ورطة كبيرة من قبل، لا سيما في ظل التنافس الذي كان كبيرا جدا بين مجموعة من اللاعبين على مستوى البطولات الوطنية في قائمة اللاعبين. هذا وكشف الناخب الوطني كلامه بالقول: أنا دائما أرغب كمدرب محترف، أنا محو فكرة
ذكرت أن هذا لاعب محلي والآخر لاعب محترف، والذي يهمني هو اللاعبون الذين سيساعدون المنتخب الوطني المغربي في منظومة اللعب، وليس هناك فرق بين اللاعبين، والكل فهم ذلك بأن المهم هو القتال على أرضية الملعب. وختم مدرب المنتخب الوطني كلامه بالقول: هناك لاعبون تكونوا من قبل على مستوى الدوري الاحترافي المغربي وذهبوا للاحتراف، وهناك من لا زالوا يمارسون في المغرب. ورسالتي في موديل قطر هي: لو كنت لاعبا في الدوري الاحترافي المغربي، بأن العمل والانتظام والاجتهاد قد يمكنك من الانضمام إلى المنتخب الوطني الأول، لأن المستوى المقدم على أرضية الملعب هو الفاصل بين جميع اللاعبين.